بدأنا نبدأ الفيديو. الفيديو ده مش سكريبتد، مش متحضر، لكن الدافع والنية من وراه ان يعني دردشة شباب كده مع بعض من منظور خبرات وتجارب، مش من منظور اكاديمي. الغرض منه ان احنا ننظم مع بعض افكارنا، احنا ناويين ازاي نطور من نفسنا ونحسن من حياتنا في 2025. ولو اتكلمنا عن التطوير وتحسين الحياة، للاسف بنروح للحتة اللي احنا كلنا ما بنحبهاش، اللي هي فكرة ان احنا نفكر نفسنا ان في حاجات كتيرة جدا في حياتنا سلبية نفسنا نشتغل عليها من سنين واحنا عارفينها ومش محتاجين حد يفكرنا بيها. منها فكرة الصحة، ان شكلك مش عاجبك، منها فكرة ان انت نفسك بقالك سنين تروح الجيم او تلعب رياضة والموضوع يعني ما بيظبطش معاك لاسباب مختلفة. لكن خليني اكد عليك ان رقم واحد في التغيير هي فكرة ان انت اصلا تليفل اب بالجسم اللي انت بتعيش من خلاله. يعني انت لو عايز ان انت تتطور في شغلك، عايز تتطور في علاقاتك الإنسانية، عايز تتطور في أي جانب من جوانب حياتك، هي بدايته إن أنت أصلا جسمك نفسه وحالتك النفسية وتركيزك ومعدلات نشاطك كلها تكون عالية عشان تعرف تتفاعل بشكل إيجابي مع المؤثرات المختلفة. فده غصبا عننا هياخدنا لحتة إن أنت على الأقل لازم تراقب الأكل اللي داخل لمعدتك، لازم تراقب الروتين بتاعك، الحركة بتاعتك، نشاطك، الكلام ده كله لازم تراقبه. ولازم تشتغل على فكرة إن أنت تبدأ تاخد الموضوع السنة دي بجدية فعلا علشان تلاقي نتائج مختلفة. لأن برضو خلينا نكون صراحة مع بعض، العادات اللي أنت متعود عليها في 2024 لو فضلت مستمر عليها السنة دي هتلاقي ان السنة مكررة. يعني مفيش جديد هيحصل، مفيش حاجة بتحصل من يوم وليلة. الفكرة ان انت لازم تراقب العادات بتاعتك وسلوكياتك، تبدأ تفك العقدة واحدة واحدة. وعشان الموضوع يكون منطقي وتقدر ان انت فعلا تعمل حاجة تخليك ان انت تستمر عليها، دايما وصيتي لكل الناس الواقعية والمنطقية في التخطيط. فكرة ان انت بس تبدأ في الاول يكون الشغل اللي شغلك هي فكرة ان انت تكتسب فكرة العادة بتاعت ان انا بدخل على الاقل اي مجهود او نشاط بدني. انا بادئ معاك من بعيد قوي، انا ما بقولكش ان انت تروح الجيم او كده، لا، انا بتكلم معاك في فكرة ان انت بس على الاقل حتى حاول تمشي كل يوم 20 دقيقة كبداية، اللي هو فكرة ان انت بتعود نفسك ان انت بدل ما كل مشاويرك بتبقى راكب او راكب العربية او مواصلات او الكلام ده كله، لا، انا بمشي ال20 دقيقة مشي دول. انت مش متخيل التأثير بتاعهم على حالتك النفسية وعلى معدلات نشاطك وعلى فكرة انك انت تبدأ تتحرك في اتجاه جديد مختلف عن العادي بتاعك. ممكن لو انا قلت لك روح الجيم 6 مرات تحس ان الطلب ده غير واقعي، انما لو قلت لك كل يوم امشي 20 دقيقة تحس ان الموضوع الى حد ما عملي وقابل للتنفيذ. 20 دقيقة مش مطلوب منك اكتر من انك تمشي كبداية 20 دقيقة. الحاجة التانية، ابدأ راقب الاكل بتاعك. حاول على قد ما تقدر، ما بقولكش اعمل دايت، حاول على قد ما تقدر تاكل اكل حقيقي. قلل من الحاجات المصنعه، قلل من الحاجات اللي هي السناكس اللي ملهاش لازمه. فكره انك تجيب شيبسي من بره تكون مستعجل، تجيب مش عارف اي معجنات، اي مخبوزات. حاول على قد ما تقدر الاكل الحقيقي الطبيعي، الحاجات القديمه، الاكل القديم اللي كان موجود، الخضار، الفواكه، الاكل بتاع البيت، الرز مثلا والبروتين والخضار اللي موجود. ارجع للاكل اللي كان موجود ايام ستي وستك. شوف كل بقى الحاجات المصنعه الجديده دي، حاول على قد ما تقدر تقلل منها. هتلاقي الموضوع يبدا يروح معاك واحده واحده، ان انت اصلا تبقى لامس الثمار بتاعت ده. لا، اصلا الوزن بتاعك بدا ينزل لوحده من غير اي حاجه، لمجرد ان انت بس تظبط حاجات بسيطه في روتين يومك. فهي الفكره يا شباب، مفيش حاجه بتتعمل فجاه. مفيش حد من الناس اللي قدرت ان هي تعمل مثلا فورمه او توصل لمرحله مثلا قويه جدا في اي انجاز هم عايزين يحققوه، الحاجات دي حصلت بين يوم وليله. لا، هي مراحل من ان انت بتبدا تكتسب عادات بسيطه، ومع الوقت بتبدا تتقن في العادات دي تدريجي، ومع الوقت بتلاقي نفسك رحت المناطق بعيده من الاتقان وبيبقى في اثر تراكمي للعادات دي. يعني بمعنى اصح، انت مثلا دلوقتي لو رحت تمرينه النهارده، هل بعد التمرين انت لامس اي فرق او اي نتيجه؟ لا. طب بعد 3 ايام تمرين لامس اي اثر او نتيجه؟ لا، مفيش اي تحسن، مفيش اي حاجه بتحصل. انما لو فضلت تروح التمرين كل يوم لمده 6 شهور، لو فضلت كل يوم تبدا ان انت تقلل السكر، تشيل المخبوزات، تشيل الجانك فود من الاكل بتاعك وتاكل الاكل العادي بتاعك، متخيل التاثير ده على مدى 6 شهور؟ ما بقولكش بقى دايت صعب او كده، لا، بقول لك تظبيط بسيط. شوف نفسك بعد 6 شهور هتروح فين. بمعنى اصح، ان العادات بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، الروتين بتاعنا على مدار اليوم، ده اللي بيحدد شكل حياتنا خلال 6 شهور و7 شهور وسنه وسنتين وثلاثه. يعني انا ممكن لو انت قلت لي اي حد، هات لي اي حد كده وريني الروتين بتاع يوم، انا هقول لك بامر الله يعني بناء على التوقعات، لو فضل
على الروتين ده بعد فتره هيوصل لايه. فمهم جدا ان انت تراقب العادات بتاعتك وتحاول في 2025 تبدا تضيف عادات ايجابيه بسيطه وتحاول تتخلص من العادات السلبيه اللي عندك. والموضوع مش هيجي غير بانك انت لازم تقف وقفه مع نفسك وراجع التفاصيل بتاعت يومك بالكامل. انا بصحى من النوم لحد بالليل لما بنام اليوم بتاعي بيمشي ازاي. شوف اجمالي الوقت بتاعك اغلبه متهدر في ايه. شوف انت اصلا نفسك في ايه. طب اللي انا نفسي فيه ده عشان يتحقق انا محتاج ايه. طب ايه نقطة البداية الواقعية اللي انا ابدأ منها. ببدأ احط خطة ممنطقة كده، خطة تكون واقعية، واحدة واحدة ربنا يكرمك ويعينك وتبدأ تستمر عليها لحد ما توصل لهدفك. الكلام اللي فات ده كلام عام ينفع لكل الناس. طب تعالوا بقى نتكلم عن الناس اللي بتدخل الجيم والتجربة فعلا ما بتنجحش معاها. ايه الحاجات من وجهة نظري بناء على خبرتي ومشاهدتي للناس، ايه الحاجات اللي بتخلي الناس ما تكملش؟ هي مجموعة من الاسباب كتير، بس انا هحاول على قد ما اقدر افتكر كده الحاجات اللي هي الايه المشهورة والدرجة اللي موجودة اللي كل الناس بتعاني منها. رقم واحد، فكرة ان انت بتكون داخل متحمس جدا متحفز جدا وعندك استعداد ان انت تعمل اصعب حاجة من البداية. يعني من البداية كده انا عايز اتمرن 6 ايام، انا عايز عجز سعرات مبالغ فيه، انا خلاص انا عايز اخلص مره واحده. فبتبدا انت متحمس اول يوم، بتقدر ان انت فعلا تلتزم على النظام الغذائي الصعب، تفضل متحمس لغايه اسبوع، تقدر تكمل فعلا ال6 ايام تمرين. لكن مع بقى الضغوط بتاعه الحياه، مع الحاجات اللي بتحصل على مدار اليوم، تبدا انت واحده واحده مع الضغط انت مش عارف تلتزم على نفس الروتين. فبتبقى حاطط جوه عقلك ان الروتين اللي انت حاطه ده لو انت ما قدرتش تنفذه بنسبه 100% التجربه هتفشل. فبيبدا يقع منك وجبه، يبدا يقع منك يوم تمرين لحد ما الموضوع يبوظ منك تماما. طب ازاي نتفادى ده؟ نتفادى ده بان انت تكون واقعي. ابدا حلل التفاصيل بتاعه يومك وشوف الحد الادنى من الروتين المقبول اللي يساعدك تلتزم عليه لاطول فتره ممكنه. لان لو قلنا ان في نظام غذائي صعب او تمرينه شديده هتقدر تلتزم عليها 3 شهور، ونظام غذائي مثلا تقدر تستمر عليه 3 شهور، هل ده احسن ولا لو انا قدرت اعمل لنفسي منهج منطقي بسيط، تمرينه مثلا 3 ايام في الاسبوع، 4 ايام في الاسبوع، مدتها تكون من نص ساعه ل 45 دقيقه، نظام غذائي متوازن في كل العناصر الغذائيه، مفيش فيه عجز سعرات مبالغ فيه، الطلبات اللي فيه مش غاليه مش مكلفه، مش معتمد على مكملات، مش معتمد على ان انا اعمل حاجات فوق طاقتي، فبالتالي اقدر التزم عليه لاطول فتره ممكنه، وبالتالي يكون بالنسبه لي اسلوب حياه. فهتلاقي النتائج على المدى الطويل اكبر بكتير من ان انت تدخل تعمل حاجه قويه جدا وتنتكس ما تقدرش تكمل. فرقم واحد، خليك منطقي. وعادي جدا ان انت تكون راسم لنفسك صورة معينة وتعمل لنفسك برنامج معين وتيجي تطبقه، ومع الاحتكاك والواقع تكتشف ان ده مش مناسب ليك. ده مش معناه ان العيب فيك، معناه ان انت محتاج تعمل اعادة لتخطيط البرنامج بتاعك تاني، ومن خلال اعادة التخطيط تشوف ايه المناسب اللي يساعدك تلتزم وتكمل. الحاجة التانية، مفهوم التجربة. الناس اغلبها بتروح الجيم علشان فكرة العضلات والمراية. نادرا وقليلة جدا لما تسمع حد هو بيروح الجيم علشان فكرة ان انا بحسن من صحتي وبحسن من ادائي او بحسن من كفاءتي انا اليومية في الانشطة المختلفة او بحسن من حالتي النفسية. الكلام ده معروف ومعلومات عامة، لكن نادرا ما بتلاقي حد اصلا داخل التجربة وهو عايز يعمل ده. كل اللي داخل التجربة هو داخل يعمل عضلات. فبالنسبة له تقييم نجاح التجربة من عدمها هو فكرة المراية. انا رحت الجيم شهر، انا ليه قدام المراية ما طلعليش عضلات؟ انا ليه ما خسيتش زي ما انا كنت متوقع؟ فبيبدا هو مش شايف غير ده فبينتكس. فانا نصيحتي ليك ما تربطش نفسك في فكره ان انت رايح تعمل حاجه تطور نفسك بيها بنتيجه محدده. اربط نفسك بجوانب كتير حوالين الموضوع علشان تحفزك طول الوقت انك تكمل وتستمر. يعني اربط نفسك بفكره ان انا صحتي بتتحسن، ان انا الاداء بتاعي في مهماتي اليوميه بيتطور، بفكره ان انا اكيد وانا بادئ التمرين كان الكوليسترول بتاعي، كان المعدلات الحيويه بتاعتي في منطقه، ودلوقتي انا صحتي في حته تانية خالص. وعلشان الناس كلها ما بتقدرش تبقى راصده حاجه زي دي، فاحنا قدرنا نقدم تجربه مفادها ان احنا بنربط الناس باكتر من هدف تدريبي. يعني مثلا العميل بيجي عندنا بنعمل له مجموعه من الاختبارات نقيم بيها كفاءه الحركه والمفاصل، وبنقول له ان انت تقدر بالتمرين اللي احنا بنعمله اللي هيوصلك للفورمه نقدر نحسن من كفاءه الحركه والمفاصل. فبيقول لي طب هو ده هيعود عليا بايه؟ اقول له مثلا ان في ناس في صلاه الجمعه ما بتعرفش تستربع على الارض، في ناس كتيره جدا بسبب ان عندها المدى الحركي فيه مشاكل، ادائها في التمارين اصلا بيكون مش اصح حاجه، في ناس بتكون معرضه للاصابه بسهوله بسبب ان هي عندها مشكله في المرونه، اغلب الناس عندها الام مزمنه في اسفل الرقبه واسفل الظهر تبقى فاكره ان دي مشاكل عندها في العظم او ممكن يكون انزلاق، وهي كل الحكايه ان هي مشكله مرونه. فانا بقول له ان انت
ممكن تطور ده كله بحاجات نعملها جوه التمرين وحاجات مرصوده. فتعالى نعمل اختبارات للمرونه في اول التمرين، وتعالى بعد شهر لما نمشي على الروتين ده جنب التمرين بتاعنا نقيم الفرق. فخلال الشهر ده حتى هو لو ما خدش باله ان في فرق كبير قدام المرايه، فكره ان مفاصله نفسها وكفاءه حركته اتطورت دي بتكون بالنسبه له مكافاه مشجعه انه يكمل. بربطه باهداف تدريبيه تانية، بقول له تعالى انت راجل عايز تعمل عضلات، بس عيب ان احنا نطلع على السلم ونهبط، تعالى نشوف كده كفاءه القلب والرئه عندك قد ايه. طب نعمل له اختبار معين نشوف قدرته على الجري. طب تعالى بقى بعد ما نعمل برنامج بالتوازي مع فكره ان احنا شغالين على العضلات، طور لك من كفاءه القلب والرئه ونخليك تجري مسافات اطول. مش دي حاجه شيقه بالنسبه لك؟ يقول لي حاجه طبعا احبها جدا، عشان مثلا لما اجي العب كوره مع اصحابي الاقي الاداء بتاعي احسن. فنقوم عاملين البرنامج ونيجي بعد فتره نرصد الفرق، نلاقيه بعد ما كان بيهبط من جري 10 دقائق يقدر يجري كيلو واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. جوه الجيم نفسه بدل ما انت بتتمرن بعشوائية والهدف بتاعك ان انت تطور من شكل عضلاتك والمراية، طب ايه رأيك نرصد اصلا القوة بتاعتك؟ تعال نعمل لك اختبارات نقيم بيها قوة الابر بادي واللور بادي، ونعمل لك تمرينة محسوبة الشدة والحجم التدريبي، ونرصد التطور بعد شهر ونص ونشوف انت القوة بتاعتك اتطورت قد ايه. خلال الشهر ونص الفرق في المرايه ما بيكونش كبير، لكن الفرق في القوه، الفرق في المرونه، الفرق في الفتنس ليفل بيكون كبير جدا، بيخلي الشخص يحس ان هو قد ايه اتطور. فده بيكون بالنسبه له حافز ان هو يكمل، وبيخليه متحمس انه يشوف ارقام اكتر واكتر واكتر. فهو بقى بيفضل في الدايره دي، وبعد 5 6 شهور 7 شهور بيلاقي الفورمه ظهرت، خلاص التجربه بتبقى بالنسبه له خلاص هي عاده وبقت بالنسبه له جزء من شخصيته ومن الروتين بتاعه. فمهم جدا ان انت تربط نفسك باكتر من هدف تدريبي، وتربط نفسك بفكره ان انت رايح الجيم هدفك منه النمو، مش هدفك منه محطه معينه وتنتكس بعدها. وده بنشوفه على سكيل اكبر. بيكون في لعيبه جامده جدا، لعيبه مسرح ولاعيبه بطولات، اللاعب ده تلاقيه بيعمل موسم 6 شهور او 7 شهور من اقوى ما يكون. مجرد ما بيوصل لمرحله الستيج والبطوله، نزل من على المسرح خلاص هو فتح اكل والموضوع بالنسبه له خلاص مش عارف يلم الدنيا لحد ما يبقى في بطوله تانية جايه. ليه؟ لان هو مربوط بفكره ان هو عنده ديدلاين. فما تحطش جوه عقلك ان في حاجه معينه هي بالنسبه لك الديدلاين لحاجه الهدف منها اصلا هو النمو رحله مستمره. انت من خلال الرياضه بتكتشف اقصى حدود نفسك. يعني جسمك له مجموعه من القدرات دي انت مش هتعرف تعمل لها انلوك غير بان انت تشتغل عليها وتبدا تطورها بشكل مستمر ومنظم. فده لازم يكون المايند سيت بتاعك وانت داخل تتمرن علشان تقدر تستمر وتوصل لكل النتائج اللي انت بتتمناها. وعموما من اكتر الحاجات اللي هتساعدك ان انت تلتزم على عاده معينه او على روتين معين هي فكره دور على الناس اللي شبهك. يعني تخيل معايا كده، لو انت ليك مجموعه صحاب لما بتشوفهم انت بتقعد تشرب معاهم، او انتوا ليكوا روتين معين بتقعدوا على قهوه، شيشه، سجاير، فيب، وانت عايز تبطل الكلام ده، فانت اول ما هتتكلم معاهم في فكره التمرين او في فكره ان انت تظبط حاجات معينه ليها علاقه بالتغذيه بتاعتك، او بتتكلم في تفاصيل تمرينه معينه او عضلات، انت هتحس ان اللي بتتكلم فيه غريب وهم هيحسوا انك غريب عنهم. انما الروتين اللي انت بتعمله الجديد ده لو انت اتكلمت عنه في وسط مجموعه اصلا بتتمرن او في وسط الدايره اللي حواليك في الجيم، تحس ان الموضوع عادي مفيش فيه حاجه. فمهم جدا لو انت عايز تلتزم على عاده معينه دور على مجموعه عندها اهتمامات مشتركه. من اكتر الحاجات المهمه اللي لازم تحطها جوه عقلك، من اسهل الطرق اللي تغير بيها روتين معين او تتخلص بيها من عادات سيئه، غير البيئه اللي بتجبرك انك تعمل فيها الحاجه الغلط. ما تحطش جوه عقلك ان انت قوي هتقدر ان انت تتواصل مع نفس البيئه وتكون بعيد عن العاده الغلط اللي انت نفسك تتخلص منه. بمعنى مجموعه معينه من الشباب مدخنين هم اصدقائك، تقعدوا في مكان معين انت متعود جوه عقلك ان المكان ده لما تقعد فيه هتدخن. لما تاخد قرار ان انت تبطل تدخين ما ينفعش تقعد في نفس المكان مع نفس الشباب. لو انت قدرت تقاوم مره، التانية، التالتة، ده بقوة الإرادة. لكن مع الوقت العادة اللي مترسخة جوه عقلك بمجرد ما انت بتروح المكان اللي انت متعود على ذكريات معينة كانت بالنسبة لك مصدر بهجة وفرحة، بمجرد ما حد هيعزم عليك بسجارة انت هتاخد منه. انما سهل جدا لو انت غيرت الوسط ده تماما، ما رحتش للمكان ده اساسا، سهل انك تتخلص من العادة دي. فعشان كده دايما انا بقول ان انت لو عايز تعرف انت مين، شوف اقرب 4 ليك في حاجة معينة انت عايز تعملها جديدة في حياتك، دور على دايرة فيها نفس الاهتمامات المشتركة بالحاجة اللي انت عايز تضيفها لنفسك. هتلاقي الموضوع أسهل وأبسط كتير. كان في دراسة بتقول إن بنسبة 57% أو 60% مش متذكر، إن أي حد
وزنه زايد بنسبه كبيره لو انت صاحبته وزنك هيزيد زيه، او العكس لو حد فت ومهتم بفكره الصحه والرياضه بنسبه كبيره انت هتبقى زيه، لان في حد فيكم هيشد التاني للروتين بتاعه، حسب بقى الموضوع بالنسبه للتاني عامل ازاي. فمهم جدا تاخد بالك من التفاصيل دي، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتعطل الناس، بتخليها ما تعرفش توصل لاهدافها. فكره ان هي مش فاهمه ازاي تكتسب العاده، وازاي تتخلص من الحاجات السلبيه اللي مضايقاها ومخليه رحله النمو بالنسبه لها تكون اصعب. وختاما للموضوع ده، داخلين على اكتر حاجه بقى بتتقال في الدخله بتاعه الصيف، هي فكره الاسترويد. هل صح ان انا افكر بطريقه ان انا اخد كورس هرمون انجز بيه وبعد كده ابقى طبيعي واحافظ على نفسي والكلام ده؟ لا، الكلام ده ما بيحصلش يا شباب. هي الفكره ان انت لو خدت كورس واحد، مبدئيا المكتسبات اللي انت هتعملها منه بمجرد ما توقف الكورس هيبدا جسمك تدريجي يفقد كل العضلات بتاعته واحده واحده لحد ما ترجع لنقطه الصفر. واحيانا الجسم بيتدهور وما بيرجعش اصلا للحاله اللي انت كنت قبلها، بسبب ان الهرمونات الطبيعيه في جسمك بتاخد وقت بعد ما بتوقف على ما ترجع تشتغل تاني. وبمنتهى البساطه، هل ينفع انا كنت متعود اروح شغلي كل يوم بعجله، فجاه بقيت بروح بمرسيدس موديل السنه، هل بعد ما ركبت المرسيدس هقدر وانا معايا مفتاح العربيه انزل منها وارجع اروح الشغل بتاعي بالعجله تاني؟ مستحيل. لان الفكره ان انت لو دقت حاجه زي دي مره، الموضوع بالنسبه لك بيبقى ادمان. يعني اغلب الناس اللي دخلت وكملت وبقى لها سنين في اللوب ده، هي ناس اصلا كانت في البدايه بتقول انا هو كورس واحد وهوقف. فالموضوع مش بسيط والموضوع مش سهل. وبرده من جانب تاني، الهرمونات مش سحر. الهرمونات دي عشان تجيب معاك نتيجه انت محتاج تتمرن اكتر، محتاج ان انت تلتزم اكتر بالتغذيه، محتاج ان انت يكون عندك انضباط. الهرمون والحقنه نفسها مش هتوجدهولك. فانا رايي خلي الموضوع ياخد وقته وخليك طبيعي، واشتغل على فكرة ان انت بتحسن من صحتك وبتحسن من حياتك. ما تحولش نفسك بايدك لشخص مريض بيعاني من مشاكل، او ما تحطش نفسك في فكرة ان انت اصلا يبقى فيه ريسك، لان اصلا الاكل العادي والحاجات اللي حوالينا كلها يعني ربنا يحفظكم جميعا سرطانات وامراض. فتخيل ان انت بقى تاخد الكلام ده بايدك في وسط الجو اللي هو كله امراض دلوقتي. انا حاسه قرار مش منطقي، مش عاقل. وفي النهاية ربنا يكرمكم جميعا. أتمنى يكون الكلام الملخبط اللي أنا قلته ده يعني في شيء قدرت أفيدكم بيه، وأوعدكم المرة الجاية أكون محضر أكتر ومنظم أفكاري، وبأمر الله يعني ربنا يكرمكم جميعا، وفي 2025 تحققوا كل اللي بتتمنوه.